البناء والتمريض الإسرائيلي وفق اتفاق تعاون ثنائي تعتزم تل أبيب والرباط إبرامه، وهو ما أكدته الثلاثاء وزيرة الداخلية الإسرائيلية إيليت شاكيد بمناسبة زيارتها إلى المغرب. كان لدينا اجتماع جيد للغاية مع الوزير. تحدثنا عن بعض المشاريع التي يمكننا القيام بها معا، وأعتقد أن السلام بين الشعبين وتجديد العلاقات فرصة كبيرة للشعب في إسرائيل وفي المغرب للعمل معا والاستمتاع سويا. الهدف هو بدء تجربة أولية في غضون الشهر لاستقدام عمال التمريض وعمال البناء من المغرب إلى إسرائيل وخلق روابط جديدة في مجالات التجارة والأمن والدفاع. في هذا الإطار عبرت عن دعم إسرائيل لسيادة المغرب على الصحراء الغربية. إسرائيل تدعم سيادة المغرب على الصحراء. خلال لقائنا تحدثنا عن العلاقة الوثيقة بين البلدين وكذلك المشاريع المشتركة التي يمكننا القيام بها معا. شاكيد هي رابع وزيرة إسرائيلية تزور المغرب منذ تطبيع البلدين علاقتهما الدبلوماسية برعاية أمريكية أواخر العام 2020.